رجعت نادية لحي بوناب باش تحضر روحها للعرس تاعها مع أحمد. في الطريق شافت نادية من الكارو تاع الطوموبيل أحمد وصحابه يبنوا ويوجدوا في دارهم المستقبلية. كانت دار فوضوية ما تحتاج لا أرض تشريها ولا رخصة بناء. بعدها ب3 أيام تلاقت نادية بأحمد في بلدية الحراش باش يعقدوا، وجا أحمد وحب يهدر مع نادية راس وحدهم. بصح اب نادية ما كانش حاب حتى يديروا العرس بعد يومين، بصح ما قدرش يقول لا خاطر كان يخاف من أحمد. حب أحمد يهدر لها على الشي اللي تبدل في حياته وعلى حياته الجديدة مع جماعة الجية. بصح كي شاف أحمد نادية مزينة بالمكياج وصابغة شعرها تخلع وعيط عليها. بعدها قرأ عليها آية قرآنية وقالها هذا الشي غضب ربي. تشوكات نادية من ردة فعله، كان دايما يقولها بلي يحب النساء طبيعيات، بصح ما كانش تعرف بلي شوية مكياج برك رايحة تزعفو وتنرفيه هكا. قالها وعلاش درتي هكا؟ ما عرفتش نادية واش تقوله. قالت له مانيش انا، الحفافة هي اللي دير هذا الشيء، وكامل البنات يديروا هكا ويتزينوا كي قرب العرس. قالها بزعف من اليوم وروح لا حمام لا حفافة، وهاد المرة الاخرى اللي نزيد نلقاك فيها حطا مكياج. الحمام حرام، حرام تعرى المرأة قدام مرأة واحدة اخرى، ولازم تحطي الخمار باش ما يشوفوش شعرك اللي صبغاته. هنا نادية بدات تفكر في الشيء اللي تحكى على أحمد الإرهابي وباللي صح ما راهوش كذب، خاطر هي ما تلاقاتش بأحمد عامين كاملين. وباش تتحقق صح قالت نادية لأحمد غني لي غنية تاع الشاب حسني كيما كنت تغنيها لي بكري. قالت له بلي بكات نهار ما تحسني. قالها ممنوع تبكي على هذا الطاغوت، يستاهل الموت. الأغاني تاعو كامل تبعد الشباب على الطريق الصحيح، وبكري أنا كنت غلط وعلى ضلال. بعد عامين من الفراق رجعت نادية لأحمد، بصح ما لقاتوش كيما خلاتو، كان شخص واحد آخر شغل ما تعرفوش كاع. جاها اكتئاب وإحباط، وما كانش تتصور باللي تلقى أحمد متبدل على هاد الحالة. بدات نادية تبكي وتعيط، وجات ليها يماها تجري وقالت لها وش بيك تبكي يا بنتي؟ حكات نادية ليماها على أحمد وكيفاش تبدل. قالت لها يا أخي قلنا لك ردي بالك منه، وانتي اللي قلتي نديه وقبلتي، تحملي مسؤوليتك دركا. فهمت الأم في هذيك الدقيقة باللي نادية دارت غلطة كبيرة، وبقى لها أمل واحد نهار تتزوج به تبدلو وترجعوا للطريق الصحيح. بصح نادية رغم هذا الحزن كامل وكيفاش لقات أحمد متبدل كانت فرحانة، خاطر راح تعيش معاه وما تخليهش وما تزيش تبعد عليه. بن أحمد براكة باش يدير فيها العرس، وعطى لنادية دراهم باش تشري اللبسة وزوج سلاسل ذهب، وباباها ما عطاها حتى دورو. يماها هي الوحيدة اللي عاونتها باش تبين باللي عرس عادي، وحتى الجيران وعاونوهم باللحم والقاطو. في نهار العرس كانت نادية تستنى كما في العادات يجي واحد من خاوت أحمد ولا كش واحد يخرجها من الدار، بصح واحد ما جا. حتى أم أحمد وما جاتش خاطر كانوا ضد هاد الزواج. جا أحمد مع 3 صحابه في 3 سيارات مرسيدس. قالت له علاش طولت؟ قالها كنت مع الجماعة، يعني كان مع جماعة الجيال اللي لازم يشاورهم في كل حاجة يديرها حتى في زواجه. وعدها أحمد باللي العلاقة تاعها مع يمه راهي رايحة تتبدل بعد الزواج وباللي تولي مليحة معاها. كي دخلت نادية لبيت النوم شافت أشرطة الكاسات، فرحت وحسبت باللي أحمد ما تبدلش بزاف ومازال يسمع في الموسيقى. بصح كي حطتها في البوست لقاتها أشرطة دينية، عاود رجع لها الإحباط واليأس. بعدها جاتها وحدة من عائلة أحمد تخدم مع الجية، وحذرتها تلبس قصير ولا تصبغ وتعري شعرها ولا تحط مكياج، ولمتها على رسمة تاع الطير على بساط في الأرض، وقالت لها هذا حرام، ما على بالكش نهار القيامة ربي يقولك ديري الروح في هذا الطير. كانت العادات والتقاليد عندهم هو أنه المرأة تخبي وجهها حتى يجي أحد أشقاء العريس وينحي عليها الحايك ويخرجها. بصح كي عاد أخوات أحمد معارضين لهذا الزواج، جاء عم أحمد ونحى عليها الحايك وجابت كندها القهوة. وأم نادية ما حبش تشرب من هذيك القهوة خاطر خافت من السحور. بعدها جا أحمد بكوستيم كلاسيك، كان حاب يلبس كالخوانجية، بصح عرف بلي نادية راهي رايحة تخاف منه. بعدها قالها صليت الظهر. ضحكت وقالت له ما يجوزش نصلي وطفالي راهم مطليين. عيط عليها بقوة حتى شغل تخلعت ونخطفت وقالها وما صليتيش العصر تاني وهكا تقابليني. فاق أحمد بروحه باللي ماشي لازم يعيط عليها في أول نهار العرس وسكت. بعدها قالها راكي تقدري تصلي بالفيرني، راهو عندك عذر ونهار عرسك. جماعة لازم هذا الشيء تأكدوا منه، أنا ما على باليش. بعدها ناط
وصلى بها. كانت صلاة طويلة طويلة بزاف، حتى رجلين نادية ورقبتها عادوا يوجعوا فيها. بعدها رفد المصحف وقالها اقراي منه صور. تقلقت نادية من هذا الطالب، هذا نهار عرسها، ما راهوش وقت اللي تقرا فيه القرآن. كانت نادية تحسب بلي راه يضحك معاها برك، بعدها لقاتو يهدر صح. زعفت نادية وحزنت. الناس في العراس تسمع الموسيقى وتشطح وتفرح، وهي فوتت عرسها في الصلاة والقرآن على حسب الكاتبة. قرأت النادية من المصحف، بصح كان ظاهر عليها بلي زعفانة ومقلقة. شافها أحمد باللي راهي ماهيش مليحة، قالها واقيلا راكي تعبتي وتحوسي ترقدي. بعدها دخل عليها، وآخرا هذا واش كانت تستنى نادية من وقت طويل. بعدها ناض أحمد قبل صلاة الفجر، وكي جا خارج قالها ما تنسايش صلاة الفجر، نروح نصلي ونجي نلقى الفطور واجد ليا وللإخوة. كانت نادية من صغرها ملتزمة بصلاتها كيما الهواء اللي يدخل لريتها، وعمرها ولا خلات وقت بلا ما يقولها حتى واحد. والحزب تاع القرآن كل يوم تقراه، ما ينحيولهاش الطبيب، ودايما تختم القرآن في رمضان شحال من خطرة، وما كانش محتاجة يجي واحد كيما هذا اليوم يعلمها الشهادة كامل ووقتاش في نهار عرسها وفرحها. بعدها يزيد تقولها وجدي الفطور لجماعته. بدات نادية تتهرب وباللي راهي عيانة، بصح أحمد ما حبش يقبل الاعتذار تاعها، وقالها لو كان ما تنوضيش ديرنا الفطور دوكا صحابي يضحكوا عليا وعليك. أحمد كان يطبق أوامر الجية، وكان حاب تاني يطلع في الجراد ويولي أمير. بعد الزواج أحمد قال نادية دوكا راكي دخلتي في الجماعة وليتي أختاه، ولازم عليك تولي طيبي للجماعة وتغسلي لهم حوايجهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة باش تساهمي في بناء الدولة الإسلامية في الجزائر. وهذه هي خدمة النساء، والرجال خدمتهم يحاربوا الطاغوت، وربي هو اللي قالنا وعطانا هذا الأمر، وانت لازم تساعدي الجماعة وتعطيهم القوة باش يديروا هذا الشيء بالطياب وغسيل الحوايج، وهكا تكوني عاونتي بطريقة غير مباشرة في الجهاد. وكي نولي أنا أمير المؤمنين أنت تولي أميرة المؤمنين. وبهذو الكلمات قدر أحمد يقنع نادية. بالنسبة لأحمد كل المسلمين ولاو مغمومين وحازنين كي راحت الخلافة الإسلامية، ولازم ترجع باش يفرحوا المسلمين كامل، والمجاهدين كامل في العالم راهم يحوسوا يرجعوها. وفي الجزائر رايحة ترجع عن طريق الجية، وكي تولي خلافة إسلامية في الجزائر تروح الجية ديريكت تحرر فلسطين من اليهود. بصح في الأول لازم يحرروا البلاد العربية من حكامها طواغيت، بعدها يعلنوا الخلافة الإسلامية حتى تولي بلاد المسلمين كامل بلاد وحدة، وهكا يقدروا يغلبوا ويهزموا أعدائهم في العالم كامل. بالنسبة للجزائر كان أحمد يقول بلي لازم تتنظف كامل من المسؤولين الفاسدين والمسؤولين اللي يعفسوا في الشعب. بالنسبة له تاني أول واحد لازم يقتلوه هما الجيش ومعهم الدرك والشرطة، بعدها يجوا الصحافة والمثقفين اللي بثقافتهم يقدروا يحاربوا الجية ويغلبوهم، بعدها يقتلوا اللي راهم في المناصب الحساسة ويقتلوا معهم عائلاتهم، وبهذه الطريقة يقدروا يرجعوا الخلافة الإسلامية، وبعدها يعيشوا كما دايما يشوفوا في المسلسلات على الخلافة الإسلامية. كانت الهضرة هذه تاع أحمد تخوف نادية، وتقول في قلبها يقتلوا هاد الناس كامل غير باش تقوم الخلافة، عدد كبير من الناس. بصح في نفس الوقت كان يعجبها الحال، خاطر رايحة تعيش كيما في المسلسلات اللي تحكي على الخلافة والدولة الإسلامية. بعدها تعاود تخمم وتقول في قلبها بصح بلا المثقفين كيفاش راح تسير الجية البلاد؟ الجواب بالنسبة لها هو لا لا. في الأول كانت نسبة من الشعب يدعموا في الجية، بصح بعدها كي شافوا حقيقتها بعدوا عليها وحاربوها بقوة، خاطر كانوا يديروا حوايج وأمور ما يحبهاش الشعب، كيما حرق المدارس، محاربة العلم، باش الشعب كامل يبقى جاهل وما يحاربهمش. الشعب ما كانش حاب يبقى ولادهم جاهلين بلا قراية، وزيد مدارس الفقراء في الدشور والقرى البعاد هي اللي كانوا الجيا يحرقوهم تاع المدن حامضين عليهم، وزيد كانوا يتجبروا البنات يلبسوا الجلباب الأسود اللي ما كانش من عادات وتقاليد الجزائريين، وكان يديرون جنسة بزاف في هذاك الوقت. في الحي اللي تسكن فيه نادية كتبوا جماعة الجية في الحيط أسطوري شعرك ومجوهرات أذنك، ولا المحشوشة راح تسترك. وملي شافوا البنات هاد الكتيبة كامل لبسوا الجلباب، وحتى بالنسبة للبنات الصغار كانت اللي ما تلبسش الجلباب يقتلوها ويقتلوا والديها، كيما صرا الطفلة الصغيرة كاتيا اللي قتلوها قدام صحابها وصحاباتها وأساتذتها في الثانوية خاطر ما حبش تلبس الجلباب، وقصتها دارت الرعب وكامل نسى الحي يحكوا فيها.
يوم بعد الزواج ولات خدمة نادية في الطياب للإرهابيين، تدير لهم الفطور الصباح وتزيد الغداء وتزيد العشاء، وفي بعض المرات تزيد طيب لهم في نص الليل كيجوا الإرهابيين متأخرين. كانوا عدد الإرهابيين اللي ياكلوا عندها بين 10 و 12 إرهابي، وماشي نفس الوجوه، كانوا يتبدلوا مرة على مرة. كان ممنوع على نادية تبقى في البلاصة اللي جو ليها الجماعة ولا تتكلم معاهم، بصح هي كانت تشوفهم من مور الريدو، وإذا حب واحد يحكي معاها يدور بظهره ويحكي معاها. ممنوع عليهم يشوفوا مرت صاحبهم حتى وهي لابسة الجلباب ولا الحجاب. كانت نادية سوايع تقرب للباب وتحط وذنها وتسمع واش راهم يقولوا ويحكوا. مرة رفضت تريدو باش تشوف هادو الناس اللي هابهم الشعب ويخافهم. شافت واحد الإرهابي خشين وكبير قد الحيط، تخلعت نادية من الضخامة تاعو والقوة تاعو، وكي طاح وجهه في وجهها حست شغل النور يخرج من وجهه، خطر كان شباب وفائق الجمال. بعدها حكات نادية لأحمد على الشي اللي دارته وبهدلها على هاد الشي، ومنعها نهائيا تزيد تشوفهم ولا تسمع هدرتهم وواش يحكوا ويقولوا. الصباح كانت تطيب لهم البيض المشرشم وتحط لهم معاه الفرماج الدايب في وسطه، بصح عموما ما كانش طيب البيض بزاف باش الإرهابيين يبقاو محافظين على الفيتامينات. وتحط لهم الحليب السخون ماشي حليب لحظة، لازم حليب البقرة اللي كانت تحلبو أم أحمد من بقراتها ومن عند بعض الجيران تاني. وتحط لهم القاطو وفوقه الزبدة البلدية والمعجون والخبز العربي اللي كانوا يطيبوه الجيران. وهاد الماكلة كامل بالنسبة للإرهابيين ضرورية، خاطر تدير لهم القوة باش يحاربوا الطواغيت ويتحملوا البرد والجوع في الجبال. كانت نادية تاني طيب المحاجب والرفيس والطمينة والشخشوخة والمعارك، وكانت تجيب وقت طويل باش تحضر هادو المأكولات كامل. كانت تطيبهم في الليل، بعدها تنوض الصباح باش تكملهم، وباش تحضر فطور الصباح برك لازم لها ساعتين على الأقل. كان هذا الشيء تعب وصعيب بزاف عليها مسكينة، سورتو كي قبل الزواج كانت تصبح راقدة وما تنوضش بكري. كان أحمد هو اللي يشري الحوايج والقضيان تاع الفطور ويعطيها الأمر بلي لازم طيب كل يوم، والمأكولات ما كانش تعرف تطيبهم ولا تعلمتهم بالخف من عند الجيران. والصعيب عليها هو طبخ كمية كبيرة، مثال اللحم كان يطيب ربع كبش يوميا، والدجاج 7 دجاجات يوميا، وهذا الدجاج كانت لازم تنظفه وتريشه، خاطر أحمد كان يجيب الدجاج من عند الجيران حي وهو اللي يذبحه. أما الفريت كان لازم نطيبه مع مرقة سبيسيال، والصعيبة قاع هو أنه ما كانش عندها العين تاع الماء في الكوزينة، ولا اللي يجيب لها الماء كان لازم عليها تروح للعين البرا قاع وتجيب الماء باش تغسل وتطيب الدجاج. كانت تاني طيب الشخشوخة وشلاضة بطوماطيش. وكان أحمد وجماعته يحبوا السردين بزاف، كانوا يجيبوه يوميا تقريبا يوميا باش تطيبه لهم، وكانت تعيط للجيران ويعاونوها في تنظيف السردين وتحضيره، خاطر كانوا يجيبوا كاجو يوميا. والصعيب كامل على نادية هو تطياب المأكولات التقليدية اللي يحبوها الجماعة ويطلبوا باش تكون أوبليجي في السنيوة تاع الماكلة. في رمضان تولي الحالة صعيبة بزاف على نادية، خطر الإرهابيين كانوا ما يصوموش وعذرهم أنهم في حرب وعندهم الحق يفطروا، ومع هذا كانوا يجبروا نادية طيب لهم مأكولات رمضان كما الشوربة والبوراك بالكفتة والفرماج وطاجين الحلو. كانت خدمة صعيبة بزاف على نادية، كي كانت تعيش مع يماها كانت ما تطيبش وقليل وين تدخل الكوزينة، كانت تشكي لحمد التعب وباللي ما قدرتش، وخاصة كي ولات بالحمل وكانت تبكي باش يشفق عليها ولا نقولوا تتباكى وتقول له باللي راهي بالحمل. بصح هو كان يقول لها هذا هو الزواج، والمرأة إذا حبت الحوايج الملح في الزواج لازم عليها تاني تحب الحوايج اللي ماشي ملح فيه. بصح في هذا الشي كامل كان يهم أحمد راي صحابه الإرهابيين برك، ما كانش على بالو بنادية قاع اللي دارها كي العبدة تخدمه هو وجماعته. كانت نادية تقول في قلبها تزوجني غير على جال باش نطيب لصحابه، كان يعيط عليها إذا كانت الماكلة فيها زيادة ولا نقصان في التوابل والملح. أم أحمد كانت ما تحبش تعاونها وكانت تجي غير ذوق الماكلة، بعدها تقولها وهي تعوج في فمها إذا كان أحمد رايح يحب هاد الماكلة ولا لا. قبل الزواج أحمد كانت يماه هي اللي طيب له، واليوم ريحت منه كي جات نادية ولات هي اللي طيب، وهكا يمات أحمد ضربت عصفورين بحجر، واحد كي زوجته بنادية هنتها من خدمة الطياب والكوزينة الواعرة، والتاني نحت على روحها الشك باللي راهي تعاون في الإرهاب، خاطر ولاو يجمعوا في دار أحمد وقت الغداء والعشاء والفطور. الجيران
الآخرين اللي في الحي كانوا كل مرة واحد فيهم يعرض الإرهابيين باش يتغداو عندهم، بصح الإرهابيين هما اللي يشروا القضيان. كانوا السكان يستقبلوهم بكل فرح وسرور في ديارهم باش يربحوا المعرفة مع الجية. وفي الحي تاني كانت كاينة مرأة واحدة أخرى طيب للجية، كانت إرهابية وأكبر حلمها هو قيام الخلافة، وكانت تدير اجتماعات سياسية للنساء تاع الحي في الجامع. وكانت متزوجة بصح ما عندهاش ولاد، بصح راجلها خلاها وحدها وراح خاطر ما كانش يحب الجية. كان يضارب معها يوميا على الحجاب اللي ولات تلبسه، حتى في الدار كيكونوا وحدهم تلبسه، وهدرتها برك على الدين. وكانت تهدر غير على هذا الشيء وتفوت نهارها كامل في الجامع. هذا الشيء اللي خلاه يزعف وراح عليها وخلاها نهائيا. مرة كانت دايرة حلقة مع نساء في الجامع، وفجأة الدرك حاصروا الجامع ويحوسوا على إرهابي، خاطر هذيك المرة دخلاتو للجامع ولبست له الجلباب تاع النساء وخباتو. خرجوا نساء من الجامع وخرج معاهم هذاك الإرهابي، بصح الدرك احترموا النساء محبوش ينحوا لهم الجلباب تاعهم، حتى تولوا الإرهابي من الصباط اللي كان لابسو تاع الرجال واعتقلوه. وزادوا اعتقلوها هي وضربوها وعنفوها في لابريغاد. بعدها طلقوها وبقات تحكي زعما بفخر على واش دارت. نادية ومع الخدمة هذه الوعرة والتعب بزاف بدات تكره حياتها، وما كانش عندها حتى وقت للصلاة. الوقت تاعها كامل تقضيه قدام طابونة في الكوزينة، وفي الليل طيح ترقد كل ميتة بالتعب. مرة راحت زارت والديها، وكانت هذه المرة الأولى اللي تروح ليهم من نهار تزوجت. حكات لبابها على الشي اللي راهي تعاني منه بعد ما شاف بنته كيفاش شيانت وتبان تعبانة، وحكات له باللي سوايع ما راهيش ترقد حتى في الليل خاطر راجلها أحمد ولا يقول لها تاني عسي كي يكون هو وصحابه راقدين في الدار. غاضت باباها بصح قال لها ما نقدر ندير لك والو، وقالها الجيران كامل راهم يعاونوا فيهم وفرحانين، وحنا ما نقدروا نديروا حتى حاجه، لازم نديروا كما راهم يديروا الجيران. كي يجوا الجدرمية يحقوا مع الناس كانوا كامل يتنكروا باللي عندهم علاقة مع الجية، بصح نازية كانت تعرف كامل اللي كانوا يعاونوا في الجية، خاطر راجلها كان يجيب قوائم فيها أسماء اللي يعاونوا في الجية وباش وكيفاش كانوا يعاونوهم. كانت الجية تكتب كلش، حتى أنه كانت كاينة قوائم بالناس اللي لازم يصفوهم ويقتلوهم. دخلت الجية الحي بوناب في سنة 1994، واللي دخلها شخص يسموه رابح، واللي بنى دار الإرهابيين وكانوا يخلصوه في الكرة. بصح من بعده ولا أمير على الجية، وكان قوي وعنده صحة حلوفة وطويل قد الحيط، وهرب من العاصمة كيف قت به الدولة. كانت مشاكل حي بوناب كامل تفوت عليه، وكان يحل مشاكل الناس المتخاصمين. مرة واحد المرأة يسموها ناصرة من الحي كانت في علاقة مع راجل متزوج، وكانت في شهرها 8 بالحمل، وكيعرف حبيبها هرب لعائلته في المدية. عائلة ناصرة شكاو للدولة بصح ما داروا له والو. هنا راحت عائلتها وشكات لرابح، واللي اتصل بالجية في المدية وحكموا حبيبها ولزموه يتزوجها ولا يعدموه، وقبل وتزوجها خاطر ما كانش عنده الخيار يا يقبل يا يموت. الناس في هذا الوقت كانت تخاف من حكم الجية أكثر من حكم الدولة، وفي النهاية مات الأمير رابح في اشتباك مع قوات الدرك الوطني سنة 1995 في بوفاريك. كي سيطرت الجية على الحي منعوا تدريس اللغة الفرنسية وهدوا المعلمين بالقتل، ومنعوا أي طفلة عمرها أكثر من 9 سنين تروح تقرأ ولا تخرج بلا حجاب خوفا من الفتنة كما قالوا. زوج نادية أحمد كان يجبر أختها اللي في عمرها 7 سنين تلبس الحجاب، وكي تكون رايحة المدرسة كان يقولها تحسب عدد الباتريوت وعناصر الدرك في طريقها. ولاد الحي كامل كانوا جواسيس عند الجية ويهدوهم باللي يقتلوا والديهم لو كان يقولوا أي حاجة للدرك الوطني. الولاد المراهقين كانوا يخدموا تاني مع الإرهابيين، ولا عندهم الدراهم والطوموبيلات واللبسة المخيرة والماركة الأخرى اللي يسرقوها من صاحب الدراهم، خاطر كان عندهم قائمة تاع الناس اللي لازم عليهم يدفعوا الجزية، والفلاحين اللي يجنوا المحصول ولازم يمدوا جزء منه، وبالنسبة للمواطنين الفقراء كان لازم عليهم يمدوا الفراش والغطاء والماعن. أبنادية ما عطاهم والو خاطر كان فقير حديدة، والناس هما اللي كانوا يعاونوه. كان أحمد يكره الترك الوطني ويحوس ينتقم منهم، ويقولوا باللي هذا هو سبب انضمامه للجية غير باش ينتقم منهم، وكان يكره الدولة وكل حاجة تمثلها.
ونهار تقتل محمد بوضيع فرح، مع أنه في هذاك الوقت ما كانتش تهمه السياسة. والأمير رابح هو اللي دخلوا للجية كي شافوا سخون ومتحمس للقتال. وكان أحمد معروف باللي قبيح ويحب يدابز وما يوليش للور وما يخاف من والو، وزيد كان يعرف المنطقة مليح وأصله من كاف الخضر. معقل الجية في المدية وعائلته كامل من تم، وتم هو كبر وعرض عليه الأمير رابح يكون همزة وصل بين كاف الخضر وحيبوناب. كان أحمد يقدس الأمير رابح ومتأثر به بشخصيته القوية. في الأول كان رابح يقول له روح للجامع، بعدها ورالو المعقل والمخبأ تاعهم، بعدها ولا أحمد يجمع لهم المعلومات، بعدها ولا يشري لهم المؤونة من العاصمة، وزادت شرات له الجية موطو كبيرة باش يعود يروح فيها ويجي، وكان يلبس غير الماركة الغالية، لي شوميز تريكوات سراول جين تاع ماركات عالمية، وباسكت تاع سبور من نوع ريبوك ونايك دوريجين. وكان يتحجج ويقول لازم نلبس لي باسكت دوريجين باش نقدر نجري ونهرب كي تجيني الدولة. وكانت الجية تاني تشري له ريحة من السعودية والمسك والحنة والكحل ومصاحف وكتب عن الجهاد، كانت تباع لتحت لتحت. سراول الجين كانوا يقطعوها من تحت نصف الساق ويلبسوا فوقها القميص، أما النساء كانوا يلبسوا الجلباب اللي لونه قاتم. مرة كانت نادية لابسة جلباب أبيض ماشي لونه ماشي حامق، بصح أحمد لزمها تلبس جلباب واحد آخر فوقه، رغم أنهم كانوا في الدار وحدهم وكانت سخانة عالية، وكان يمنعها تنحي الخمار حتى لو كان هو برك اللي راهو في الدار وحتى في الصيف. كي تقتل الأمير رابح بقات الجية في حيبوناب بلا أمير شهور، بعدها ولا أحمد هو الأمير. في نوفمبر 1995 بعد سنوات كي تمكنوا الدرك من توقيف نادية، تفاجئوا على أنها كانت مسكينة ومشي لابسة الذهب على أنواع كيما نساء أمراء الجية الآخرين. كي يطلع إرهابي جديد للجبل يديروا له الإرهابيين اختبار باش يشوفوه هو فيه ولا لا. وكان إرهابي الجبل في أمان وتحت عينين الأمراء، عكس هادوك اللي يبقاو في المدن دايما تخلص عليهم في قبضة الأمن. على بها الأمراء كانوا ما يوثقوش بزاف في عناصرهم في المدن، كانوا يعتبروا الثقة العمياء تبدأ كي ترفد السلاح وتطلع للجبل معاهم. أحمد كان عنصر في المدينة والجية حبوا يطلعوه معاهم للجبل، داروا له الحيلة وبعتوا له إرهابي عند واحد من عائلة أحمد وقالوا باللي أحمد راه يتحوس عليه الدولة. راح هذا من عائلة أحمد وقال له أحمد مات بالخلعة وخاف يحكموه. هنا قرر يطلع الجبل باش ما يطيحش في يد الأمن. ونادية اللي حفظت جماعة الجية وألاعبهم عرفت باللي كدبا داروها الجية باش يخلوا أحمد يطلع معاهم للجبل. بس أحمد قال نادية خاوتي ما يخدعونيش وما يكذبوش عليا، وما حبش يأمنها. راح أحمد وغاب سمانة كاملة، بعدها رجع للدار يومين قبل الانتخابات الرئاسية. كان فات على زواجه 3 شهور ومرتو كانت بالحمل، بصح مازال ما على بالهاش. رجع أحمد وهو مشيان قاع وطاح في الميزان وعينيه معمرين بالكحل، ويلبس قميص خضر وشاش كحل ورافد تحته المحشوشة. ملي شافتو نادية بهديك الحالة تخلعت وعرفت باللي أحمد راح من يدها خلاص شغل مات، وحكى لها السمانة الأولى تاعو في الجبل وباللي ما كان ياكل ما كان يشرب باش يجربوه على تحمل الصعوبات، وكان مضروب في جسمه كامل خاطر كانوا يضربوه بأي حاجة باش يجربوا قدرته على تحمل الضرب والتعذيب، سورتو إذا طاح في يد الأمن. تعلم أحمد كيفاش يطيري بالسلاح، ولا كي يروح الجبل يولي ويديه معمرين بالدم ومجروحين، خاطر كان يحفر الكازمات ويخدم البومبات ويفخخ السيارات ويخدم السلاح اللي يتكسر، ولا تاني يخدم راديوات. كانت الجية توجه الإرهابيين تاوعها على حسب معارفهم. أحمد كان يفهم شوية في التريسيتي، على بيها عطاوه هاد الخدمة، واللي يرفض أي أمر أو توجيه يقتلوه ولا يقتلوه عائلته. كانت نادية عندها جار يسموه سعيد، سيفوا عليه يطلع للجبل، وكان أمي ناقص قراية وكتيبة بصح كان عنده صوت شباب وكان يرتل لهم القرآن في الجبل. بعدها جابوا الولاد يعلمهم القرآن ومات بعدها في الجبل. الإرهابيين تاني كانوا يباتوا في دار أحمد، في الأول كانوا يباتوا عنده بين 2 و3، بعدها وصلوا يباتوا عنده حتى 20 إرهابي. وزادت نادية عطاتهم بيتها يباتوا فيها، وهي حطت سرير في الكوزينة ولا ترقد تم. بصح أحمد ما كانش يخليها ترقد، كان يقولها عسي علينا والغطاء كامل يديه لصحابه، وهي يعطيها غير الغطاء خفيف باش تبرد في الليل وتبقى نايضة وفاطمة تعس. بعدها حب أحمد يبني دار لصحابه لاصقة في داره، نحى شجرة تاع الكرموس كبيرة بصح خلات حفرة كبيرة خاطر عروقها كانوا كبار، ولكن جاتو فكرة يبني كازمة تحت الأرض، وزاد حفر وبنى كازمة كبيرة باش يتخبوا فيها صحابه.
كل مرة كانوا يزيدوا عدد الإرهابيين في دار أحمد. كان يقول نادية: لازم نخلوش خاوتنا يرقدوا في الشارع وفي البرد، ولا ربي رايح يحاسبنا في زوج. كانت نادية مسكينة تخاف من عذاب ربي، بصح الإرهابيين كان خوفهم الوحيد من الجدرمية لو كان يحكموهم، وكانوا يرقدوا بصبابطهم ولبستهم باش كي يهجموا الجدرمية في الليل يقدروا يهربوا. بصح نادية كانت تلزم أحمد ينحي صباطو، وكانت ريحة رجلي حشاكم تصرحها وتلوث كامل دارها. كانت تقول له: اغسل رجليك مرة على مرة، يا كاين الحمام وكاين الدوش. خاطر ما كانش يدوش كاع، كانت هي اللي تغسل له رجليه المسخين حشاكم، وكان يصبرها ويقولها: كي راني نجاهد نص الحسنات توعي تديهم منتي. كان التاني يجيب لها شكاير كبار معمرين باللبسات على الإرهابيين الموسخة باش تغسلها، بصح ما كانش عندها يعني عين في الدار. كانت تروح للعين بعيدة على الدار وتعمر الماء وتروح وتجي شحال من مرة بين العين والدار. وكي تكون تغسل حوايج الإرهابيين كانت حاشاكم تتقية من ريحتهم الفايحة. وكان أحمد يقول لها: كل ما عانيتي بزاف وانتي تخدمي في المجاهدين كل ما زاد حب الله لينا. وتبقى النهار كامل وهي تغسل وتزيد طيب لهم الماكلة. رغم التعب هذا كامل كانت العشية تطيح ترقد، بصح أحمد يمنعها وما يخليهاش ترقد كما قلت لكم قبيل باش تبقى نايضة وتعس عليهم. وما كانش عندها وقت تدير أي حاجة واحدة أخرى غير خدمة أحمد وصحابه الإرهابيين، حتى الابتسامة راحت موجهها. ما كانش تلقى معاه من تضحك ولا تحكي وتقصر، كل وقت تقضيه في الخدمة. وكان أحمد ما يحبش يضحك معها ويقصر، كان يضحك ويقصر غير مع أصحابه. وزيد منع عليها البوست وحتى راديو إذاعة القرآن الكريم منعوا عليها، واللي كانت تبث أناشيد ومدائح دينية. مرة دخل عليها طفى البوست وهو مقلق، خاطر كان يحب برك الحزن والموت. كان يقولها أوقات الفرحة والمتعة تجي من بعد، ومادام ما قامتش الخلافة الإسلامية ما كاش متعة وفرحة. كان يطبق السنة بالحرف ويزيد عليها ويعلم نادية تاني: كي يشرب الماء لازم يحكم الكاس بيده اليمنى، بعدها يشرب 3 جغمات وبعدها يبدا يشرب في الماء. وكان يلزم نادية بلي ما تاكلش بزاف وما تاكلش حتى تشبع. بصح الشي هذا يطبقوا على نادية برك، خاطر هو وصحابه كانوا ياكلوا بزاف. بصح يقول هذا حلال علينا باش نولوا أقوياء ونحاربوا طاغوت. وكان يلزمها تطفي الضوء عند الجماع والعلاقة. وملي تزوجوا شافته مرة واحدة يعني بدون ملابس بالصدفة كي كان يبدل في حوايجه، وكيف فاق بها زعف وعيط عليها، قالها: راكي درتي سيئة ومنكر كبير، لازم نستر رواحنا من الله. وقبل المعاشرة كان يصلي ويدعي ربي بعد عليه الشيطان وما يبقاش بيناتهم. وكان يقول لها: القرآن والسنة هما الدستور، وما نحتاج لا أحساب ولا دستور. وكان يكره الشيخ محفوظ نحناح ويعتبره أكبر طاغوت خاطر أعطاه حرية للمرأة. وكان يكره تاني عباس مداني ويقول عليه طاغوت كبير خاطر كان يحوس على السلطة برك. وبالنسبة ليه إقامة دولة الخلافة يكون بقاتل كل الطواغيت. بصح كان يحب عبد الله جاب الله، وأكثر شخص يكرهه كان الرئيس اليمين زروال. ونهار خرجت إشاعة باللي ماتوا تيراو عليه رصاص بصح يعني سلك، كان أحمد يقول: هذا الكلب ولا قاوي دوكا، بصح راه جاي نهارو. في حي بوناب ونهار الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر 1995 سكان الحي كانوا مستعدين باش يروحوا الانتخابات. نادية ما خلاهاش أحمد تروح وكان يقول: كامل طواغيت. ليلة الانتخابات جاب بزاف الشيكولا والمكسرات وكلها كامل مع أصحابه وما متش نادية، وقالها: إذا بديتي تقشري في المكسرات راح تنسي ذكر الله. بصح نادية ما ولاش تتحمل الغباء تاعو وتفسيراته السخيفة والاستهزاء بها وبعقلها والتمتع بالإهانة تاعها وتعذيبها نفسيا وتحليل الأشياء على نفسه وصحابه وتحريمها عليها. في هذيك الليلة كما يقولوا انتفضت نادية وضربت معاه. كانت نادية تحوس تروح تنتخب ويمها خدمت لها بطاقة انتخاب، وكانت معولة نهار الانتخابات ترفد صاكها وتروح لدار باباها ومزيش ترجع ليه قاع. بصح أحمد بدا يبكي باش ما تروحش عليه، وقالها: إذا حبيتي الكاشي على لاكارت فوت أنا نديرو لك، خاطر في هذاك الوقت خرجت إشاعة أي وثيقة تحتاجها من الدولة لازم تكون عندك لاكارت تاع الفوت مكاشية، واللي ما عندوش الكاشي على لاكارت تاع الفوت يشكوا فيه باللي عنصر دعم للجية. بصح نادية كانت تحوس تروح تنتخب وتدير الفوت على جال وليدها اللي راح يزيد باش تسجلوا في الحالة المدنية بلاكارت تاع الفوت. أحمد قالها: كي تقوم الخلافة الإسلامية ما راكيش راح تحتاجي كوارث طاغوت. الحق نهار الفوت وكامل كانوا يستناو فيه. كان هذا نهار اختبار للجميع، الدولة وللجية، شكون اللي عنده الشعبية وشكون اللي الشعب مدعم وعطيه الشرعية. الجية ليلة الانتخابات كتبت على الحيوط: اليوم الانتخابات وغدا الرصاص، وبعدها ستكون الدماء على الحائط.
السلام عليكم. في البداية نحب ننبهكم باللي حلقة اليوم فيها مشاهد قاسية باش ديروا حسابكم، ونزيد نذكركم مرة واحدة أخرى باللي القصة كيما قلنا في الحلقة الأولى رواتها الإرهابية نادية مرت أمير الجية أحمد للصحفية بايا قاسمي، واللي خرجتها في كتاب بعنوان أنا نادية زوجة أمير الجية، واللي حقق أعلى المبيعات في معرض الجزائر للكتاب سنة 2000. وما أنا إلا قارئة لهذه الشهادة، اجتهدت وجبتها لكم خاطر طلبتوا مني بحرارة قصص عن العشرية السوداء. تحذيرات ومنشورات وكتابات الجية خوف الناس. في نهار الانتخابات واحد ما خرج في الأول، كل واحد بقى يعز في الآخر، حتى تشجعوا بعض الناس وراحوا انتخبوا بلا خوف. بعدها تبعوهم ناس واحد آخرين وراحوا انتخبوا وهي ريحة. بعدها الجية ما قدرتش تنفذ تهديداتها وما عاقبوا حتى واحد، على خاطر كانوا يحتاجوا الناس باش يعاونوهم. في هذاك الوقت كانوا الإرهابيين ما زال يعرفوا حدودهم. كي ولا أحمد راجل نادية أمير للجماعة في حي بوناب، قال مرتو نادية بلي الأمير تاعهم اسمه عنتر زوابري. بصح في هذه الفترة 1995 كان عنتر زوابري أمير للجية في متيجة برك، ماشي دزاير كامل. كان أحمد معجب بزاف بزوابري، ويحكي لمرتو نادية عليه وعلى أنه بطل، وكيفاه الجيش يحوس عليه بصح ما يلقاوهش قاع، وكيفاش يحسبوا باللي عايش في قصر بصح هو ابن الشعب ويأكل معاهم وعايش كما الشعب ويرقد معاهم عادي. وكان يقول لها باللي جماعة الجية كامل يعرفوه خاطر يزور الجماعات كامل في كل مناطق متيجة. بصح الحقيقة أمراء الجماعات هما اللي كانوا يروحوا ليه ويعطوه الأخبار ونتائج عملياتهم اليومية، وكانوا يتلاقاو بدوار الحجر قريب من بوفاريك أو في ولاد علال بالقرب من بن طلحة. في ولاد علال كان زوابري يقسم الأموال والمجوهرات والحوايج الغاليين اللي يسرقوها من الشعب على الأمراء، بصح ما كانوش يمدوا لأحمد حتى حاجة، خاصة كي يطلع للجبل. ومرته نادية مدت حتى دورو، عكس زوجات الأمراء الأخرين اللي كانوا غارقين في الذهب. كان أحمد يحكي يوميا لمرته نادية على العمليات اللي يديروها والحياة في الجبل باش يأثر عليها أكتر. وكانت صح متأثرة بالخلافة الإسلامية، على بيها كانت تدير كامل واش يقولها بلا تفكير، وتدير واش يقولها تاني خاطر تخاف منه. وكان يحكي لها تاني كيفاش كانوا يديروا الناس والعقوبات والاغتيالات، ويحاول يحللها لنفسه ويحاول يقنعها باللي الشيء اللي راهم يديروا فيه هو من أجل نشر الشرع الإسلامي بين الناس. بصح جادوكا كادور نادية باش تدي منه هي تاني عقاب الفلقة. واحد المرة كانوا الإرهابيين في ساحة دار نادية متجمعين، راحت نادية تشوف بنت خبية وش راهم يديروا، بصح متفاق بها، حكمها وطبق عليها الفلقة اللي كانت جلد ظهرها بحزام. حب يجلدها 40 جلدة، بصح حبس في 10 جلدات كي شافها تبكي وتتألم مسكينة. مرة جلدها كي لقاها تسمع في الموسيقى في البوست، وكان دايما يعيط عليها ويقولها لازم تكوني مستعدة ليوم القيامة. في هذاك اليوم كانت نادية وحدانية في الدار، وحست بالديقوطاج وحدها، ما كان حتى واحد يونسها ولا يقصر معاها. شعلت البوست باش تسمعها عادي الإذاعة، بصح أحمد دخل عليها على غفلة، خلعت كي شافته، طفت البوست، بصح هو شافها واليوم تاكلك الفلقة. سقساها قالت له كنت نسمع في البوست، حكمها أحمد وجلدها 30 جلدة. كان أحمد يحكي لنا ديال القصص توعو كيفاش كان يحارب الطاغوت وحتى كيفاش يحارب الجن تاني. كان يقولها يوميا بلي كاين الجن بزاف في الجزائر ولازم نحاربوهم ونخرجوهم من المجتمع. وكانت نادية تصدقو خاطر في عائلتها 3 نساء ضربهم الجن. وهكا كان يقولها شفتي رانا نحاربو على الجوايه كامل، نحاربو في الحكومة والخونة والجن تاني. كان أحمد عنده صاحبه خاطب وحده، بصح يقولوا ضربها جن وسكنها. عمتها عيطت لأحمد وجماعته باش يخرجوا الجن منها. كانوا يديروها في الدار ويغلقوا عليها ويقعدوا معاها ويرقيوا فيها وهي بلا ملابس. بعد 3 أيام خرج الجن منها. حتى نادية إذا تقلقت كان يرقيها ويقرأ عليها ولا يقرأ لها في كاس ما يعطيها تشرب. أحمد حفظ شوية قرآن في صغره، وكي كبر زاد حفظ باش تكون عنده علاقة مليحة مع الإرهابيين.
كان يقولها بلي النساء هما اللي يركبهم الجن بزاف، ولازم دايما عليهم العسة باش ما يخرجوش على الطريق. على بها كان أحمد وجماعته يحوسوا على النساء العاهرات باش يرجموهم حتى الموت، ولا يعذبوهم ويشوهوهم بالموس. وفي حي بوناب ذبحت الجية 5 بنات. كان كل ما في عقول عناصر الجية هو القتل. مرة كان أحمد في الدار مع مرته نادية، فات عليهم فار. نادية دخلت وبدات تعيط. استغرب منها أحمد كيفاش تخاف من فار، وقالها دوك نوري لك كيفاش تقتليه. ناض ليه وضربه بصباطو، بعدها قالها قتليه. بصح نادية ما حبتش. تقلق أحمد وضربها وقالها وهو يعيط قتلك قتليه، هكا باش تتعلمي القتل. اليوم تقتلي فار وغدوة تقتلي إنسان. ماتت نادية بالخلعة مسكينة، خاطر أحمد كان حب يحولها القاتلة كما هو. مرة جا للدار ومعاه المحشوشة وحب يعلم نادية كيفاش تضرب بيها، بصح خرجت منها رصاصة وضربت في الحيط. عرفوا صحاب أحمد الإرهابيين بالحكاية واتهموه بسرقة المحشوشة وعاقبوه بالفلاقة، ربطوه في شجرة وجلدوه على ظهره ورجليه. مرة دخل الدار مع مرة يسموها حدة، وقال نادية بلي رايحة تسكن معنا في الدار. كانت بالحمل وفي شهرها الخامس ومريضة بلا قريب، وأصلها من قسنطينة. كانت نادية تحسبها مرتو تانية، وزاد راح أحمد وما قالهاش حتى شكون هي. كانت مرة شابة بزاف. بعدها رجع أحمد مع صحابه وهما رافدين القضيان ماكلة من كل نوع. سقساتو نادية على هذيك المرة شكون هي، ما ردش عليها أحمد وقالها وجدي لها بيت ترقد فيها. حكمت نادية في روحها وراحت وجدت لها بيت النوم، بصح ما قدرش تصبر ولا تتحمل، وزادت قالت له راني نقول لك شكون المرأة هذه. ضحك أحمد وقالها هذه مرت خونا كريم وهو إرهابي معانا، وراح يدخل عليها عندنا خاطر ما شافهاش شهور. وبقى كريم ومرتو سمانة في دار نادية. كان الأمن يحوسوا على كريم، وكان كل مرة يتلقى بمرتو في دار إرهابي. بعدها كريم مد الأوكي لمرتو باللي تقدر تحكي مع نادية نورمال. أول كلمة قالتها لنادية لازم نعاونوا الإخوة باش يرجعوا الخلافة الإسلامية. كانت حدة تبان كلي حابة تمد دروس لنادية، وباللي فاهمة عليها وامرأة عندها شخصية قوية وهدفها خدمة الخلافة وفقط. صح مع الوقت كي ولاو صحاب، حدا دارت الثقة في نادية، انهارت واعترفت لها بلي ما راهيش راضية على هاد المعيشة وعلى الحالة اللي فيها، وباللي راهي تلعب في دور الزوجة الراضية براجلها، وتحلم لو كان دارت عرس شباب وكبير كي الناس، وكانت عندها دار وتعيش فيها مستقرة. كانت حدة تشوف راجلها كريم مرة على 4 ولا 5 شهور، وكانت تفكر في الولد اللي في كرشها وكيفاش راح تربيه وحدها في هذه الظروف، كيفاش ما تقدرش تسجلو في الحالة المدنية وراح يكون ابن مجهول الأب خاطر تزوجت عرفي برك. بعد 4 شهور تلاقات نادية مرة واحدة أخرى بحدة اللي كانت في شهرها التاسع بالحمل، وراجلها كريم قضاو عليه رجال الأمن الوطني. بزاف عائلات كانوا يزوجوا بناتهم للإرهابيين خاطر كانوا طماعين ويحسبوهم قريب يسيطروا على البلاد. بصح في سنة 1995 بدا الشعب يمد في ظهره الإرهابيين وبداو يرفضوا يزوجوا بناتهم ليهم. هنا بداو الإرهابيين في تطبيق سياسة الاختطاف والاغتصاب والقتل. حمد ما كانش يقول نادية على كامل العمليات الإرهابية اللي يديروها، وكانت نادية ساعات تحتج عليه وتندد بالعنف تاع الجية ضد الشعب. بصح حمد مرات تكون حاكمت له تسقسيه نادية يبدا يحكي لها بلا ما يسكت واش يدير هو وجماعته. وهكا ولات نادية تعرف باللي كل ما يدخل حمد فرحان الدار معناها دار عملية إرهابية ناجحة وقتل عدد كبير من الشعب والجيش، وهو يقول نجحنا ضد الطاغوت، اليوم رانا في الطريق الصحيح. مرة الجية قتلت شاب، كان أب هذاك الشاب ساعد أب نادية باش يلقى خدمة في البلدية. كان الشاب إنسان متخلق ويعاون سكان الحي كامل وكامل يحبوه، وكان يجوز في العامين. و3 شهور قبل ما يكمل أعطاوه برميسيون باش يزور عائلته. وفي نفس اليوم اللي وصل لحي بوناب حكموه الإرهابيين تاع الجية وقالوا له اطلع لينا للجبل، بصح هو ما حبش. كان هذاك الشاب مدين بصح ضد الإرهاب. في الليل جات الجية لدارو وحاصروه وداوه معاهم، ومن هذاك اليوم ما بان عليه حتى خبر. مرة سقسات نادية أحمد على هذاك الشاب اللي كان محبوب من طرف الجميع ومتخلق ومدين وين راه. قالها باللي تقتل في حوش معصومة بالبليدة مع 50 إرهابي بعد ما قصفتهم طائرة مروحية.
مرة حكى أحمد لنادية على صاحبه إرهابي يسكن في الكاليتوس في العاصمة، وكان مرات يجي لدار نادية مع أحمد. هذا الإرهابي قتل خوه برك كي راح للخدمة الوطنية. كي رجع في برميسيون للدار جاه خوه الإرهابي وذبحه قدام يماه اللي هبلت مسكينة. ومرة حكى أحمد لنادية قصة عجيبة، قالها باللي الجية قتلت أب ووليده هو اللي باعوا الإرهابيين، باللي عنده مكحلة وما حبش يمدها الإرهابيين، خاطر من قبل جاه أمر من عند الجية باللي يسلمهم من المكحلة، بصح الأب لعطهم وقالهم باللي ما عنديش، وجاو للدار وحوسوا ما لقاوهاش. بصح بعدها راح الولد وقال الإرهابيين على بلاصة المكحلة وين مخبيها باباه، وجاو لقاوه وذبحوا الأب قدام وليده. من بين أول اللي قتلتهم الجية في حي بوناب كان طفل اسمه ناصر في عمره 15 سنة برك، بصح كان صديق الباتريوت وكان يبقى يقصر معاهم قدام المفرزة تاعهم. الجية كانت منبه الناس باللي ما يحكوش مع الباتريوت، وقرروا يقتلوا الطفل ناصر. واحد النهار جاو لدار ناصر وقالوا لباباه جيب لنا الماكلة. دخلوا للدار وتغداو، وكي جاو رايحين قالوا لناصر أرواح معنا للشارع. وكي خرج معاهم تيراو عليه على راسه في الطريق قدام دارهم وقدام باباه ويماه، وغدوة من داك دفنوه. بصح واحد ما كان عنده الكوراج يبلغ الدرك الوطني. أحمد شارك في الجريمة خاطر ناصر هي اللي حكت لنا ديال القصة كاملة من بعد. حبة في الراس كانت موت رحيم بالنسبة لهدوك اللي قتلتهم الجية بالعذاب وتمنوا الموت، سورتو الأمن والجيش اللي كانوا هما في الواجهة وتصدوا للإرهابيين وقدموا تضحيات كبيرة، وكانوا الإرهابيين يكرهوهم وحاقدين عليهم. مرة لقاو الإرهابيين شخص خدام في واحد المزرعة، سقساوه واش يخدم، بعدها فتشوه ولقاو عنده بطاقة تاع دركي، بصح هو قالهم نخدم طباخ عندهم برك. قالوا له مالا انت اللي راك تسمن في هذوك الخنازير. المهم مهما كانت إجابة الدركي كانوا راح يقتلوه في النهاية. حكموا الإرهابيين الدركي وأحمد رفد سلك مصدي من الأرض ودخله له في عينه وجبد له عينه، وقالوا له دوك نخلو لك العين الأخرى باش تشوف واش نديروا لك. بعدها نحاولوا ودنيه، بعدها قطعوا له صباعه صباع مور صباع، بعدها قطعوا جسمه لطراف صغيرة وغير بشوي باش يتعذب كتر حتى مات. العجيب أنه أحمد حكى لنادية وش داروا للدركي المسكين وهو فرحان ويضحك. مواطنين بزاف استغلوا الإرهاب والفوضى باش يصفيوا حساباتهم مع عديانهم. مرة كان واحد السيد مرفه بزاف وكان عنده بارك تاع السيمو والطوب، وكان يمد لإرهابيين كل شهر مبلغ 5000 دينار جزائري. مرة جاو الإرهابيين للبارك تاعو باش يدو الدراهم تاعهم، حيط للدرك، جاو الدرك تمتم وقدروا يحكموا الإرهابيين، ومنها ما زادوش رجعوا لهداك المرفه. ومرة حب هداك الراجل المرفه يشري قطعة أرض من عند واحد السيد، بصح وقعت بيناتهم مشكلة. بعدها راح الإرهابيين وقالهم راني عرفت السيد اللي بيعكم للدولة، كي جيتون يعني باش تدو من عندي الدراهم كيما مداري. وجاو الإرهابيين لهداك السيد مول الأرض وقطعوه طرف طرف قدام دارو. كانت جماعة أحمد عنيفة ومتسامح حتى واحد، إذا شكوا في أي شخص يقتلوه بلا تحقيق، حتى ولو كان هذاك الشخص يعاونهم ما كانش الرحمة والسماح في قلوبهم. في الأول أحمد قال لنادية باللي يخدم البومبات برك، بصح بعدها فاقت به باللي يقتل الناس وكان فرحان بالشي اللي يدير فيه. كان في جماعة أحمد واحد مختص فقط في الذبح والتعذيب، وكان في عمره غير 15 سنة، وقبل ما يبدأ يذبح ولا يقتل يعطوه الإرهابيين المخدرات والمعلوسات. كان صغير وقصير، استغلوا الإرهابيين مقتل يماه وربع خوته الإرهابيين في اشتباك مع الجيش وضموه لهم، ولا طفل يفكر غير في الانتقام والعنف. وكان يجي لدار نادية يتغدى، كان يلبس قميص مع شاش خضر ويهدر كالشيخ وقلبه معمر حقد وكراهية. مرة تاني كانوا الباتريوت ينتقموا من الإرهابيين ويديروا حوايج خارج القانون. مرة كانت نادية تستنى في البيس في حي بن رمضان، وهو فات عليها كاميون تاع الباتريوت يكركر في إرهابي مربوط فيه، وكان بلا ملابس ولحيته شعره طوال. كركروه في الحي كامل يعني سحبوه ويعيطوا فرحانين كي قتلوه، وكان الحي يصفقوا عليهم. نادية طرطقت بالبكاء خاطر تصورت راجلها الإرهابي أحمد راح تخلص عليه هكا. كيما كانت تبكي تاني وحدها كي يبدا أحمد يحكي لها على الجرائم اللي يديرها وتتفكر باللي راهو قادر يقتلها ويقتل أي واحد من لافامي تاعها كيما يدير مع الشعب الآخرين. مرة قالها على بالك شحال قتلت بيدي هادو من الشعب والجيش والأمن؟ نسيت شحال، وليت ما نحبسش خلاص. ومرات يقولها لو كان ماما ولا خويا كاش ما يديروا يغلطوا نقتلهم بيدي.
المهم اختصاص حمد الرسمي عند الجية كان خدمة البومبات وتفخيخ السيارات للمنتحرين. كانوا قبل كل عملية يغسلوهم ويعطروهم بالمسك ويديروا لهم الحنة في يديهم ويديروا لهم السواك في سنيهم، زعما باش يكون جميل ونظيف كي قابل ربي بعد ما يفجر روحه في مجمع سكني ولا شارع ولا ثكنة جيش ولا درك. أحمد كان يخمم تاني يدير عملية انتحارية، بصح ما كانش حاب يديرها وحده. مرة سقسا نادية وقالها إذا دير معاه عملية انتحارية، ودار البوسيبل باش يقنعها وقالها رايحين ندخلوا الجنة ديريكت مع بعضانا. بصح نادية رفضت، ما كانش حابة تموت، وزيد كانت تعرف مليح شكون هما الجية. أحمد كان حاب يفجر روحه في بريغات تاع الجدرمية تاع براقي ولا الكاليتوس. ومرة عرض عليها فكرة انتحارية واحدة أخرى، وهي استدراج الباتريوت والدرك للدار وهما يدخلوا، وهي نادية تفجر روحها بقنبلة يزرعها أحمد عند الدخلة تاع الدار، وهكا تطيح الدار وتموت نادية والدرك والباتريوت. كي حكات نادية لوالديها واش طلب منها أحمد دير، قالوا لها راهو يحوسك غير تموتي. وكيما كان الحال كان يتمنى تموت مرتو نادية، خاطر هو على بالو بلي رايح يموت، وصحابو كامل في الجية قتلوا نساهم باش ما يخلوهمش موراهم بعد ما يموتوا. كانت نادية تعرف النهار اللي يخدم فيه أحمد بومبا، خاطر كان يدخل عليها الدار مقلق ومنرفي وعيان. خدمة البومبا كانت تعب أحمد بزاف وتنرفيه، خاطر لازمها تركيز كبير، وزيد يهبل كي يعرف بلي البومبا اللي خدمها ما خلفتش ضحايا بزاف. البومبات ما كانش أحمد يخدمهم في الدار تاعو، كان يخدمهم في بلاصة سرية في ولاد علال في الجزائر مع الجية، وفي الليل يخيروا البلاصة اللي رايحين يحطوا فيها البومبا، سورتو إذا كانوا رايحين يديروها عفوا للعسكر. وكي عاد أحمد أمير حيبوناب كانوا البومبات اللي يخدمهم يديروهم العسكر القراب لحيبوناب، خاطر كل منطقة عندها اللي يخدم لها البومبات. وكان أحمد يفرح كي تقتل البومبا تاعو ناس بزاف. مرة حط أحمد بومبا قدام السبيطار في بن رمضان، وقدام السبيطار كانت بريغا تاع الدرك الوطني، وكي طرقت البومبا قتلت بزاف درك وباتريوت والشعب، وفرح أحمد بزاف. ونادية عمرها لا شافت أحمد فرحان في حياته كيما هداك النهار. ومن بين ضحايا هذيك البومبا طفل صغير وليد صاحبة نادية. بعدها كانت كي تتلاقى بنادية تقولها راجلك أحمد هو اللي دا مني وليدي، بصح ما راهيش حابة تنتقم منها، خاطر كانت عارفة بلي نادية حزينة وهي تاني ضحية كيما هي. مرة تانية أحمد حط بومبا في طريق الكاليتوس وين يفوتوا كماين الجيش الوطني، بصح البومبا طرقت قبل ما يفوتوا العسكر. بعدها العسكر شافوا أحمد من بعيد، جراو موراه في الجناين بصح قدر يهرب لهم. البومبا دارت حفرة كبيرة في الطريق بصح مزية ما تحت واحد. بعدها الدرك الوطني حكموا خو أحمد وداوه لابريغاد. أحمد دخل الدار منرفي ورمى نادية برية في الحوش وراح كتب في البرية أمر باش تخرج نادية من الدار وتروح عند عمامها حتى يطلقوا الجدرمية خوه. كان أحمد خايف من خوه يعود يقر على نادية. راحت نادية لدار عمامها 3 أيام، بعدها الجدرمية طلقوا خوه بعد يومين. أحمد غاب سمانة، بعدها بمدة في نفس البلاصة اللي تفجرت فيها البومبا تقتلوا 2 خاوته. آخر بومبا طرقت في حي بوناب كانت في مدرسة. في هذيك الليلة قتلت الجية 5 بنات. صباح جا ضابط الدرك تاع الكاليتوس باش يحقق في القضية، وراح عند والدين نادية وسقساهم عليها. بعدها فات الضابط على المدرسة وكان معلق عليها بيان تاع الجية، بصح البيان كان فخ بومبا، خاطر من اللي قطع الضابط البيان أو قطع البيان طرقت فيه البومبا وماتوا معه 4 باتريوت. موت الضابط تاع الدرك الوطني أثر بزاف الناس، خاطر كان إنسان خلوق ومحترم وعادل. كان الدركي الوحيد اللي كان يروح لأي دار باش يدير تحقيق، يطبطب الباب باحترام ويقول السلام عليكم ويتكلم باحترام. أحمد باش يتهرب من مسؤولية قتل الضحايا كان يلصقها في الفتوى تاع الجية اللي تقول باللي اليد هي اللي رمت البومبا ماشي هذاك الشخص. وليد أمرها ربي باش ترمي. وكي كانت نادية تسقسيها على المدنيين الأبرياء اللي يموتوا في البومبات كان يقولها بكل برودة هذه حرب، والحرب دايما يموتوا فيها الأبرياء، وهكا يكونوا المدنيين مشاركين في الجهاد ويدخلوا الجنة وهما شهداء. باختصار الموت كان يوميا في حي بوناب، بصح بالنسبة للإرهابيين الموت كان مجرد لعبة بالنسبة لهم. مرة جات طائرة مروحية وبقات تتبع في الإرهابيين من الجناين حتى الحي بوناب، وعيطت للدرك الوطني تاع الكاليتوس باش يحاصروا الحي. واحد من السكان خبى الإرهابيين في دارو وبداو يصوتوا من دار لخوتها حتى دخلوا لدار نادية وتخبوا فيها.
الدرك الوطني دخلوا الديار كامل وفتشوها ما عدا دار نادية، خاطر الدار تاعها مبنيه شغل المدخل تاعها ما يبانش وتبان تابعه لدار جارهم ماشي دار وحدها، وكانت كاينه حديده لازمك ترفدها باش تقدر تدخل الدار. وكي راحوا الجدرمية خرج أحمد وجماعته من هذيك البلاصة وقال نادية ديري لنا الغدا. ما كانوش خايفين وكان عاجبهم الحال ودايرين الشي اللي صرا شغل لعبة. هنا جاب الحال مع نادية واكتشفت باللي أحمد شخص أناني وما على بالوش بها، كان هو متخبي تحت الأرض في الكازمة وهي الفوق ماهوش خايف عليها، وهي كانت ترجف بالخوف وتستنى غير وقتاش يدخلوا عليها الجدرمية ويدوها للتحقيق. وزي الطائرة المروحية كانت فوق الحي ساعة كاملة وكانت تحسبها رايحة تقصف في الحي، ولو كان قصفوه كانت نادية تموت وأحمد لا هو وصحابه لأنهم راهم تحت الكازمة هذيك ومحصنة. وما كانش أحمد هو وحده الأناني، حتى يماه اللي كي شاف الطائرة المروحية دخلت لدار نادية وراحت وين راهم مخبي أحمد الدراهم وقالت النادية عطيهم لي. نادية في الأول حسبتها جات تطلع على وليدها بصح العكس، وقالت النادية موتوا نتوما بصح الدراهم ماشي لازم يروحوا معاكم. بصح نادية ما حبش تمد لها الدراهم. كان سكان حي بوناب جبناء مدة 3 سنين والجية حكمة فيهم ومطبقة عليهم قوانينها، والويل اللي يرفض الحكم تاعهم. كانوا يعرفوا الإرهابيين بصح واحد منهم دار الكوراج وراح للدرك وقال لهم عليهم. بصح مرة واحد من السكان يسموه صلاح وكان فارماسيا شاف بعينه كيفاش الجية حكموا طفل في عمره 15 سنة وعذبوه وكيفاش قطعوه طرف خاطر جدو كان باتريوت. ما تحملش الفارماسيا وراح للجدرمية وقال لهم واش شاف، وزاد حكى لهم على كل شي يديروه الجية في حي بوناب، وخبرهم حتى على خاوت أحمد اللي كانوا يساعدوا في الإرهاب ويدوا لهم الماكلة ويسلفوا لهم طونوبيلات باش ينتقلوا بهم أو يتنقلوا بهم. بعدها الباتريوت قتلوا خاوت أحمد وصالح الفارماسيان، حماتو الدولة ورحلاته وعطاتو سكنة في بلاصة واحدة أخرى. بعدها جاو الإرهاب يحوسوا عليه، كيما لقاوهش حرقوا له دارو. سيطرة الإرهاب على حي بوناب كانت ثاني بسبة إهمال الدرك الوطني للحي، خاطر كانوا على بالهم باللي السكان يعاونوا في الإرهاب وباللي الحي معمر إرهابيين بصح ما كانوش يحاربوا فيهم بجدية، وكانوا كيموت مواطن ما يحوسوش على اللي قتلوا، وهكذا حسبوا السكان باللي الدولة سمحت فيهم. بصح بعد القتل العشوائي للسكان ولاو يلقاو الرصان مقطعين قدام ديارهم، وكي حرقوا الإرهاب المدرسة تاعهم هنا فهموا السكان باللي لازم يتحركوا وحدهم وينوضوا باش يخرجوا من الجحيم، وراحوا للدولة وطلبوا منها تسلحهم باش يحاربوا الجية. أحمد ونادية كي زاد عندهم طفل سماه رشيد على صاحبه الإرهابي اللي قتلوا الجيش الوطني. كانوا صحاب الروح في الروح وطلعوا للجبل مع بعض، وكان معاه نهار قتلوه الجيش الوطني في واحد الجنان. أحمد وقتها طلع في شجرة وتخبى، وصاحبه جاته رصاصة في صدره بصح ما ماتش، طاح في الأرض قريب من واحد البير يحسبوه مات. وراحوا الجيش يجروا مر إرهابي واحد آخر يسموه محمد وهرب في وسط الغابة. في الفيستا تاع رشيد كانت وثيقة مهمة، رشيد نحى الفيستا تاعو ورماها في البير باش ما يلقاهاش الجيش الوطني. بعدها جاو العسكر ورفدوا الإرهابي رشيد وداوها للسبيطار يومين ومات. بعدها هبط أحمد من الشجرة ودخل البير وجبد الفيستا اللي رماها رشيد ولقى الوثائق. من صحاب أحمد تاني اللي قطع عليهم الأمن الوطني الإرهابي عمر بن بابا علي في العاصمة، وكان يجي لدار نادية باش يدوش. كان الإرهابي الوحيد اللي يحب ينظف روحه، وكي عاد نادية ما عندهاش دوش كانت تفرغ له بيت وتحط له باسينة والماء باش يدوش. وتم القضاء على عمر في سيدي موسى في اشتباك مع الأمن الوطني وكان في عمره 22 سنة. كان في كل مرة يموت صديق لأحمد كان يبكي، ماشي شافق عليهم برك، كان يحوس يسبقهم للجنة، هكا كان يفكر، كان يحوس على الموت. كان دايما يقول نادية ادعي لي في صلاتك راني نموت في اشتباك مع الأمن. بصح نادية ما كانش تدعي له، كان يقولها نحوس نموت برك، بصح في نفس الوقت كان خايف يحكموه الأمن حي ويعذبوه. 3 أصحاب واحد آخرين لأحمد تاني تقتلوا عند جارو علي. كان علي صديقهم ويخدم على الجية بصح قرر يتوب ويروح يخبر عليهم مصالح الأمن. مرة الإرهاب طلبوا من علي يخليهم يحفروا نفق من دارو حتى لدار نادية، قبل علي وبداو يحفروا. في النهار الثالث راح للدرك الوطني والجيش وخبر عليهم. جاو الجنود وحاصروا المكان وبداو يضربوا بالرصاص، قتلوا منهم واحد في البلاصة والتاني تقاس في فخذه ومشى حتى لدار نادية وطاح، والثالث تقاس وهرب بعدها طاح ميت عن شجرة الزيتون في واحد الجنان. والرابع يسمه محمد هرب ودخل واحد الدار لقى 3 بنات حكمهم رهائن وكان رفد معاه شكارة معمر دراهم.
بعدها الجيش الوطني رفدوا الإرهابيين الموتى ودوهم للسبيطار باش بعدها يعيطوا لافامي تاعهم ويعطوهم تصويرة لوليدهم وهو ميت ووثيقة باش يقدموها المحكمة، ومصالح الأمن الوطني هي اللي تدفن جثث الإرهابيين. قدر الإرهابي محمد يسلك بعد ما طلق البنات الثلاثة، راح لدار مرة واحدة أخرى عايشة وحدها، وتم تلاقى بإرهابيين واحد آخرين، إرهابي ومعه مرته يسموها فاطمة وأحمد، وإرهابي واحد آخر. بصح واحد فاق بيهم وخبر عليهم الدرك الوطني. جاو الجدارمية وحاصروا الدار، بصح 3 إرهابيين هربوا من دار لدار وخلاو فاطمة، والإرهابي محمد خباتو مولات الدار تحت السرير وغطاتو. وكي جاو الجدارمية للدار ما حوسوش مليح، لقاو فاطمة وكانت مغطية وجهها بالنقاب باش ما يتعرفوش عليها. بصح كاين جدارمي عرفها من خواتم يدها لأنه اعتقلوها من قبل، وكاين جدارمي سرق لها خاتم من يدها وهداتو بلي تخبر عليه القايد تاعو، بصح ما خبرتش. كي تكشفت فاطمة كذبت وقالت بلي بابها هو اللي عطاها الإرهابيين، بصح الجدارمي ضغط عليها وضربها، بصح كملت في الكذب تاعها بلي كانت وحدها وما كان معها حتى إرهابي واحد آخر. وفي نفس الوقت قدر الإرهابي محمد يخرج من تحت السرير ويهرب لابس جلباب ونقاب، ولقى طفل في الطريق مشاه قدامه باش يغطي به الحالة. في الدار لقاو عناصر الدرك الوطني سلاح ومناشير إرهابية وأقمصة في الكراج تاع الدار. بعدها حرقوا الدار واعتقلوا فاطمة ومولات الدار وحقوا معاهم وطلقوهم بعد يومين. بعد شهور من هذه الحادثة تقتل الإرهابي محمد بعد ما ضربوه الجيش بالرصاص في حي بوناب. حاول يهرب وتقاص في فخذه وقدر يطلع للسطح تاع واحد الدار وطلق روحه شغل ميت. بعدها الجنود قالوا لمول الدار يتحقق منه إذا حي ولا ميت. كي تقدم منه جبد محمد كابوس وطلق النار، بصح ردوا عليه الجنود وقاسوه في ريته. قبل ما يموت وتخرج روحه بدا محمد يعيط لي ماه خاطر كانت غاضبة عليه وما تهدرش معاه بعد ما تقتل باباه الإرهابي من طرف الباتريوت في البوليدة. خاف يعودوا ينتقموا من يماه، قالها أرواحي عيشي عندي في حي بوناب، وراحت عنده. وكانوا في كل مرة يتنقلوا من دار لدار. مرة كان ساكن في دوار الحجر، جو الإرهابيين صحابه وكسروا ليماه التلفزيون تاعها خاطر الأم كانت تكره الجية ما عندهاش نفس التفكير تاعهم. زعفت الأم وتقلقت وبدأت تعيط على محمد وكيفاه بالسبة تاعو 8 من خاوته عفوا ما راحوش المدرسة. بعد هدات ولادها وهربت وخلته وحده، ومحمد رد عليها باللي نحاها من باله خلاص. بصح نهار كانت روحه خارجة تفكر يماه وبدا يعيط لها ويعيط باش تسامحه، بصح ما كانتش ثم باش تسمعه.